يعني انت ناوي فعلا تبيع حصتنا بالشركه؟ قصدك حصتك؟ ايه طبعا لكان بظن حكينا بهذا الموضوع، ما هيك؟ فكرتك عم تحكي من ضيقان خلقك. تحليلك غلط. عم احكي عن قناعة. الشركة ما عاد فيها رمات، نهنهت. وأنا شخصيا مليت. طيب سامي، ليش ما بنشتري حصة شفيق ومختار طالما بدهم يبيعوا؟ وهيك منصير نحن واخي اصحاب الشركة من بابا لمحرابة. مشان شو؟ مشان حيطانة؟ أنا سبق وقلت لك إنه أنا ما عاد لي مصلحة بالشركة. إذا أنت إلك مصلحة اشتريها أنت وأخوك. أنا بدي أفتح مكتب عقاري بمنطقة سكنية محدثة، أيوه. ليش ما بدك تفتح مطعم مثل ما قلت لبرهان؟ وبيجوز افتح مطعم، يعني عم ادرس الموضوع لشوف الأنسب بعمله. قديش دافعين لك حق السهم؟ خلي أخوك يسأل بالسوق. اللي بده يشتري دافع لي أعلى سعر، ومع ذلك إذا أخوك برهان لقى مين يدفع له أحسن، صحتين وألف هنا على قلبه. هذا إذا بده يبيع. أما إذا بده يشتري يا حبيبة قلبي أسهمك وأنت حرة فيها، يعني إن شاء الله تعطيها ببلاش. وأنت شو رأيك؟ أنا برأيي إنه يشتري، لأنه برهان متعلق بالشركة كثير. بعدين أنا وعدته إنه تعطيه أنت بقية المبلغ ليشتري بقية الشركة. وعدته؟ إيه طبعا. اللي بيخليك تعطيه 5 ملايين ليشتري الأسهم بيخليك تكملي له المبلغ ليشتري بقية الشركة. بعدين برهان أخوك، يعني معقولة ياكل عليك المصاري؟ أعوذ بالله. بس أنت بتعرف إنه رصيدي ما في هيك مبلغ. تحبي أعطيكي من رصيدي؟ عم تتمسخر؟ عم أحكي جد. عن جد أنا حابب برهان يملك الشركة لحاله. يا سامي، أنت بتعرف إنه ما بيقدر يديرها، لا عنده الخبرة ولا عنده الهمة. لكن لا تخافي على أخوك، بيظبط أموره، بعدين بيلاقي كتار يعتمد عليهم. وإذا قلت لك إنه برهان وافق يبيع حصته؟ قلت لك؟ نشتريها؟ لا، أعوذ بالله. إذا بتطوبي لي إياها ما بقعد فيها، وهذا الحكي قطع بت. الشركة خسرانة خسرانة ورح تضلها خسرانة. حتى إذا ما بعتي أنت، أنا بدي أقدم استقالتي، أيوه. روق يا صالح، من هدول روق لي اياه. صياح روق. ما انتهى الشيء، لسه ما انتهى الشيء. بسيطة، لا تزعل. هو أخذ غدر، إيه. صياح بكرة بالساحة اسلخوا قدام كل المساجين، إيه. صالح، حاجة توتوت بإذنه، حاجة تشعلها. أنا ما دخلني. ايوه. ولا لا تقعد مع صياح وشكيب وانفذ نبر نام. خليك قاعد صالح. شو لا؟ عم تعصى اوامري؟ معلش اغا، كمان صياح مقهور. لا بالي مقهور، ولسه ما انتهت بيني وبين شاهد. إيه لا انتهت، والله يطعمك تتحركش فيه. خلصنا، انت خسرت وخلاص. لا ما خسر، هو اخذني غدر. صياح مشان الله يا جماعة افرضوها بقى. خلي كل واحد فينا يقضي مدته وراسه على المخدة مرتاح. لكن والله مو ناقصنا هم. بتصدقوا يا ناس؟ بتصدقوا اني ما كرهت ولا واحد فيكم؟ ليش؟ لانه اساسا معدنكم طيب، بس مشكلتكم انكم عصبيين بتنقزوا اوام. انا ما عم صدق انه ناس مثل حكايتكم بيحبوا الطرب والضحك والغني، وبنفس الوقت قلوبهم مليانه حقد وكره. لك انتم فنانين ومالكم حاسين بحالكم، ولا لانكم مساجين مفكرين حالكم اقل من الناس؟ تعرفوا شو جاي على بالي؟ جاي على بالي اسمع قصة كل واحد فيكم وليش فات على السجن. جاي على بالي أعرف أبو دحام، أبو سعاد، ومصباح ليش ما عم يجيهم زوار؟ أكيد ورا كل واحد منهم قصة، مثل ما ورا كل واحد منكم قصة.
هلا انا وقت حكيت قصتي انتوا مو كلكم تاثرتوا وانوجعتوا؟ واكيد قصصكم كلها بتوجع. يا جماعه اذا حكينا بننكشف على بعضنا، بندخل لقلوب بعضنا، بيصير الواحد بيحس انه بيعرف الثاني من زمان. يسلم اثمك يا ابو هاني، والله كلامك جواهر. بس لا حياة لمن تنادي. فشر، وهي انا اول واحد مستعد احكي قصتي. وانا كمان انا ما بدي احكي قصتي، بتبكي الحجر. والله انا حبيت هالفكره. اغا شو رايك نلعب هاللعبه اللي عم يحكي عنها ابو هاني؟ عمي انا قصتي معروفه. ايه بس نحن ما بنعرفها. اسال اي واحد بالقوش بيقول لك. طيب واللي حابب يسمعها من تمك؟ بعدين ابو سعاد، بعدين عمي لتحكوا قصتكم بحكي قصتي. يعني انت موافق ابو حسان؟ ايه موافق، بس بشرط ما حدا يكذب نوب، يحكي اللي إله واللي عليه. برافو عليك ابو حسان، انا هذا اللي كنت بدي اقوله. قصصكم يلي بدكم تحكوها على حبتها مثل ما هي، من غير ترقيع، وكل واحد هو وضميره. شو بكون؟ خايفين تحكوا الحقيقة؟ لك شو اللي جابكم لهون؟ يا سيدي معلش، الامور الشخصية كتير مو المهم واحد يحكيها، المهم انه نعرف كل واحد كيف دخل على الحبس. شو شباب؟ في حدا عنده مانع يحكي قصته؟ انا ما بدي احكيها. انا بعرف قصتك وبحكي لهم اياها. بس قبل ما نفوت هالباب بدنا نغسل القلوب. شو رايك صياح؟ لك صياح، انا قلبي صافي من ناحيتك. انا الخناقه حتى ما كان بدي اياها وانت بتعرف هالشي. معدل يا ابو سعاد، معدل وابن اصول كمان. قوم صياح، قوموا بوسوا شوارب بعض. قال لي ما بيجي معك تعا معه. لك صياح انت زقرت غصبا عني، اللي بيقول ايه واللي بيقول لا وهي بوسه. لك يا عيني عليكم انتوا اثنين. ها، وهي بوسه من شواربك وهي بوسه من شواربه. يلا محمود، اجا دورك. النار بحرق أصابيعها، واللي بيشتريك اليوم بيرجع ببيعك يقدمني اياك. انا وعيت على الدنيا منتوف، مثلي مثل عمي ابو هاني. يمكن لانه جدودنا قبلنا كانوا منتوفين، لانه هيك الدنيا، ناس بتولد وبتعيش كل حياتها منتوفه، وبتلاقي لك ناس بيخلقوا في بثمن معالق من ذهب. يعني عليك يا اغا. كنت اشتغل باطنجي، والاجره اللي كنت اخذها يعني يا دوب تعيشني انا وامي وابي. ابي كان عاجز مشلول. من وقت ما صار عمري 20 سنه حبيت بنت عنا بالحاره اسمها سعاد. ومشان هيك سموك ابو سعاد؟ هالبنت حرقت لي قلبي لمدة 20 سنة، يعني لوقتنا الحاضر هاد. لا كانت تاخذني تقبل تتجوزني، ولا تقبل تتجوز غيري لحتى انساها وبطل افكر فيها. لانها ما كانت تحبك. وليش وكانت تحبني؟ لكن انا ليش بقيان عليها لهلا؟ لهلا ابو هاني ولموت. طيب اذا كانت بتحبك ليش ما بدها اياك؟ مو هي اللي ما بدها ياني، ابوها ما كان يطيقني ولا يطيق الارض اللي بيمشي عليها، وهي كانت مسكينه ملجومه ما تقدر تقول له لا. كلمه لا بالنسبه له بتعني الذبح. هيك الله خالقه، راس يابس وعقل تنح. طيب ليش ابوها كان يكرهك؟
اولا لاني فقير مثل حكايته، ما بده بنته تعيش مهرمه مثل ما عاش هو. وثانيا لاني صرت شقوي ومشراني، كل يوم اتقاتل مع 2 3 من اهل الحاره. إذا ما خاب ظني أنت صرت مشراني من قهرك على سعاد. إيه والله يا أبو هاني، إيه والله. ضاق نفسي، بدل الدنيا بعيوني. لك صرت شوف كل الناس أعداء إلي، صرت لما أمسك واحد وأضربه وأتخيل حالي عم بضرب أبوها، لك صرت أتقاتل مع دبان وشي. بحبها من جوات قلبي، ما كانوا يفهموا علي. مرضت والله شهرين قعدت بالفرشه وصارت سيرتي على كل لسان. ابو سعاد راح وابو سعاد اجا. اول مره سمعتهم عم يقولوا ابو سعاد نطيت على حتى هيك وبدي اكله بسناني اكل. وتتخيل انك عم تاكل ابوها. بعدين ما عادت فرقت معي، بالعكس صرت انبسط. لحالي شو بدي احلى من انه الناس ينادولي باسم حبيبتي، هيك انا حسبتها. المهم شهير تجوزتها بعدين؟ روقني لروقك. بقيت على الحالة لقبل شي 5 أو 6 سنين. بعدين قعدت فكرت لحالي أحسن شي إني روح لعند شيخ الحارة. لا بدي أصير مثل مجنون ليلى ولا بدي أصير مجرم. أنا ناوي السترة اللي أمر فيها رب العالمين. عندك بيت تفتح لها اياه؟ بيت أهلي سياح نياح، ما في غير أمي وأبي. الله يوفقك عمي أبو زكي، أنت مختارنا وكلمتك مسموعة. خلي يستهدي بالرحمن ويجوزني هالبنت. البنت بدها اياك؟ هو يقول إيه؟ وسعاد بترقد لعندي ركض بالثياب اللي عليها. وإذا قال لا؟ بمسكه بالحارة وبضل بقتله ليفرجها الله. بوس ايدك تبلغوا هالشي. فهموا، إذا ما وافق بتقتله؟ ايه، لأنه هذا اللي راح يصير. ليش لحتى أكذب عليك وأنت تكذب عليه؟ بعدين بدي إياك تفهموا شغلي، إذا البنت ما جوزني إياها رح تضل طول عمرها عانس، لأنه يشهد ربي علي طول ما أنا موجود بهالدنيا ما رح خلي جنس بني آدم يلمس ضفرة. إيه وافق يعطيني إياها على شرط إني سكنها ببيت لحالها. قال ما بده بنته تخدم أمي وأبي. معناتها ضحك عليك عمي، إيه لأنه هاد شرط معجزة. وأنا وافقت على هالشرط المعاجزة. وافقت تترك أمك وأبوك العاجز لحالهم؟ لا يا أبو هاني، أنا مالي ندل وبعجبك. أنا كنت بدي أتجوزها بس، وبعدين بدي أجيب أمي وأبي يسكنوا معنا، لأنه بيتنا كان بالإجرة وعتيق ومهرهر. ايه كمل ابو سعاد كمل. صرت اشتغل مثل التور، بالنهار بطنجي وبالليل بياع فول نابت. فجأة وقفت فكرت، لقيت حالي مثل اللي عم يقاتل الهوى. شغلي هاد كيف بدي اشتري بيت؟ وفرضني ما اشتريت بيت استاجرت اجار، منين بدي اجيب اجرته واصرف على امي وابي ومرتي؟ لقيت حالي اني رح ضيع عمري هيك. كلنا بنعرف القصة، اليوم المصروف أكثر من المسحوب. معقولة أقضي عمري كلياته مثل التور وعلى الفاضي؟ على بسطة الفول النابت تعرفت على أولاد آدو، شلة عنطجية وحرامية عايشين هيك. لعبوا بعقلي وشغلوني معهم، ولأنها غشمة انكمشنا. أول مرة حبست 2 وهالمرة اللي حكمت 3 سنين قضيت منهم شي حوالي 1.5 سنة لهلا. البنت شو صار فيها؟ ما بعرف، لأنه بعد ما انحبست أول مرة أبوها حلف 100 يمين إنه ما يجوزني إياها لو ما بقي بالدنيا غير رجال. وما عاد شفت ابنه؟ شفتها
شفتها قبل ما افوت هالمره على السجن شي حوالي 3 ايام. كانت مثل العود، يمكن على كل جسمها ما في كيلو لحمه. يومها كانوا اهالي الحاره كلياتهم مجمعين عند بيتنا، لانه كان يوميتها انهد فوق راس امي وابي. بيت مهرهر وعتيق مستاجرينه من شي حوالي 50 سنه. جيراننا الحيط بالحيط بدهم يعمروا، هدوا الحيط وقام الحيط اللي جوات بيتنا انهد ونزل فوق راس امي وابي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه الله يرحمه. ماتوا كان نفسهم انه شوفوني متجوز. العم شلون قفلت القصة؟ شرفت. مساء الخير. مساء الخير. ناني. كيف صحتك؟ بس يا ريت ما تنسى تجيب الأوراق. الله معك. شكرا يا أهلين، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك. على فكرة قبل ما انسى، هذا المبلغ من المكتب مكافأة لك على جهدك واجتهادك، تفضلي. أستاذ صفوح، هذا المبلغ أنا بستحقه، ولا شفقان علي لأنه بابا. مرحبا أمي. أهلين يا عمري. شو شايفتك عم تشتغلي؟ هذا الصبح لقيت حالي متحسنة شوي، قلت لساعد هيثم شوي. بس يا أمي. يا حبيبتي قصرنا كثير نحن على المعمل، خاف صاحب المعمل يلاقي غيرنا، بعدين هلا القرشين اللي عم يطلعوا لنا ماشي حالهم، ساعدونا. شايفة أمي؟ شايفة؟ هي بلشت بنتك تقبض راتبها بإيدها، وأخي هاني عم ياخذ راتب مليح من المحل، وبعد ما يشتغل بالأوتيل حيتضاعف راتبه. الحمد لله يا ربي، ألف الحمد والشكر لك يا رب. يعني شغل السكاكر لازم يتوقف أمي. شلون؟ يا أمي هلأ نحن ما عدنا بحاجة لشغل السكاكر، راتبي على راتب هاني بكفي وبزيد. معلش لك أمي، زيادة الخير بركة. هلا صرتي تخجلي من شغلي بعد ما صرتي محامية. أمي أنا عم بشتغل ببيتي مو بيوت الناس. يا أمي أنا مو هذا قصدي، أنا قصدي إنك أنت تعبتي بحياتك، حاجتك. مزبوط هيثم؟ مزبوط، معك حق، ولو قلنا الشغل بالسكاكر تسلاية. تسلاية؟ إيه بعد كم يوم رح تفتح المدارس وما رح تلاقي وقت تتسلى فيه. أنا حكون بالمكتب ليل مع نهار، وهاني بالمعهد والأوتيل، يعني كل الشغل حيصفى على أمك. يا حبيبتي أنت ما عليكي مني. يا أمي بترجاكي تفكري بالموضوع. وأخوك هاني كمان من رأيك؟ مرحبا. أهلين رشيد.
لك انت هون عم تشتغل؟ شو بقدر اخدمك؟ علمني اياك، انا بشو بقدر اخدمك؟ لك ليش وطيت الصوت؟ رشيق نحن هون مو بالحاره، هذا محل رزق. ايه وانا زبون وبدي شريط، وقديش حقه؟ هي حقه. ها؟ شو هو شريط؟ اي شريط بس يعجبني حط سمعني، واللي بيعجبني بقول لك هذا هو. يلا لشوف فرجيني يلا. رشيق باين عليك جاي تتسلى. هلا عيب اذا واحد ضايق خلقه وجا رح تتسلى عندك. حبيبي هذا المحل مو محلي مشان فش خلقك فيه، روح فش خلقك بدكان ابوك. يا ريت سكرنا. طيب شو بتحب تسمع؟ اي شريط بس على ذوقي، هات سمعني. على ذوقك؟ قربت سيد عسلي عمال قربت بقع صويلة حدودها بتقبل أبو يوسف. هذا هو الحلو. أبو يوسف 50 ليرة. مو غالي؟ خذ هي 50. ايه سيدي خلينا نحكي بالجد بقى، انت رح تبعد عن عتاب ولا لا؟ أنا بعدت عنها خلص. شلون بعدت عنها بقى؟ فهمني. يعني ما عاد تشوفها بالجنينة. ولا على الشباك؟ ولا على الشباك. ولا بالحارة؟ ولا بالحارة. عم تحكي جد ولا خايف مني؟ لا خايف منك. يعني شو؟ رشيق أنت ما بتمل؟ يلي بحب ما بمل بنوب. هلا أنت بتحب العتاب؟ طبعا. طيب ما تروح تخطبها؟ قلت له لأبي أنا، بس قال لي إن شاء الله بعد سنة. إيه بس أنا قلت له لأبي وقال لي مبروك. إيه لا رشيق أنا عم بحكي لك مشان تريح راسك، أنا رح أخطب عتاب رسمي. تضحك علي؟ شلون بدك تخطبها إذا أبوك بالحبس؟ بسيطة، أمي بتخطب لي إياها وبس يطلع بابا من الحبس بنتزوج. على جستي على جستي. عن إذنك شوي رح خلص عليك. رشيق انت اخطبها وشوف اذا ما بخليك تاكل اصابيعك ندم، هي اذا لحقت يعدمني اياك. ايه بقى يا بتخطب لي عتاب يا بدشر البيت وبمشي، وانت بتعرف اذا بدشر البيت شو بصير بامي. طيب ليش عم تحكي على الباب؟ لاني بعرفك عصبي وايدك بالضرب. فوت لا تخاف، هيك حديث ما بينحكى على الباب. عم قال لك لا تخاف، فوت. بوعدك ما مد ايدي عليك، فوت. وعد شرف؟ وعد شرف، فوت. قلت لي بدك تخطب بنت ابو دياب. حقي صار عمري 30 سنه ولهلا ما تزوجت، انت لما تزوجت كان عمرك 18 سنه. بس انا كنت راكز وعقلي بيوزن 18 رجال. شو هالحكي؟ امي ما قالت لي هالشيء. شو قصدك لا؟ ولا شيء يا بي، انت وعدتني يا بي. يهون عليك هاني يتزوج البنت اللي انا بحبها. هاني ابن ابراهيم السادة؟ ايه انت السادة. قال شو؟ امه بدها تخطب له اياها. امه رح تخطب له اياها وابوه محبوس؟ شايف يا بي؟ ما مين احق فيها انا ولا هو؟ بعرف هاني عاقل كيف بده يخطب ولسه ما كمل دراسة. انا خلص دراستي. قصدك كنت تيز دراسة. وعندي محل عم بشتغل فيه وفي 3 غرف فاضية، وبعدين حالتك احسن من حالة ابو هاني، يعني فيك بالمستقبل تشتري لنا بيت. طيب هو ليش بده يخطب عتاب؟ لأنه بحبها وبتحبه؟ أبدا، هو بده يخطبها لأنه متجاكر مني، عرفني إني بحبها، قام صار بده يروح يسبقني ويخطبها. هاني؟ إيه هاني. يعني عتاب بتحبك؟ هي ما قالت لي، بس أنا عرفت من عيونها، لأنه دائما لما كانت تطلع فيه تعمل لي هيك. بس عاد عرفت إني بتحبني. هو أنت؟ أنا طبعا بحبها، بعدين أنا إذا ما أخذتها بنسل هيك بنسل. بركي أبو دياب ما وافق يعطيك إياها. بيكون الحق عليك. علي؟ ايه عليك، لانه على الطالعه والنازله بتقعد تشرشحني وتبهدلني، فضحتني بالحاره وانت تقول لي اجدب، انا ماني اجدب يا ابي، انا بضحك على كل العالم. بقى شو؟ لشوف. شو لتشوف؟ تسبقنا امه بتخطبها.
طول بالك حتى نسأل أمها. امي بتعرف ومناها اني اخطب عتاب واتزوجها. قوم يا ابي، قوم اسالها يا ابي. يا ابي يعني والله هم الرجال. تعالوا طياب صحيح؟ ايه يلا هات الطابلة. يلا يلا. هات شوف لا شو يا صاير صحبة كثير انت وابو سعاد. هي ما بتعرف المثل اللي بيقول لا تاخذ صاحب الا من بعد قتله؟ ايه والله لسانك بقطع لك يا شبك صياح. عم يمزح معك صالح. انت كثير صاير عصبي. لانه واطي. اذا ماشي يوم بدعسك برجلي يا صالح بكون ندل مثل حكايتك. هلا انت ليش بتزعل من الحق صياح؟ مو هي الحقيقة؟ لكان واحد بيضربك وبيبهدلك بالقاووش وقدام الكل بتقوم بتصاحبه؟ شو بدنا نقول عنك المساجين ها؟ ليكن كلهم دريوا باللي صار بيناتكم. صياح بذمتك هلا وهن عم يشوفوك وانت عم تدق على كتفه ما بدهم يقولوا انه ابو سعاد طبعه لصياح وطواه تحت جناحه لما لا. انا احسن شيء ما رد عليكم. صياح انت بتعرف قديش انا بحبك. لك انت ما بتحب حدا، انت بتحب تعلق الناس ببعض البعض. الله يسامحك. روق صياح، روق وروقنا بقى. انت على راسي شكيب، بس هالبلدوزر مالي عين شوفه ولا اسمع كلامه وناويله على قتلي. غلطان. صدقني انه صالح مقهور عليك من كل قلبه. شو نسيت انه نحن ثلاثة رفقة وحبايب من زمان؟ بس صالح ما عجبته المقاتلة بيناتكم وعم يقول انك لولا ما شرقلت وقعت كان ما قدر عليك. وكلامه يا سيدي مزبوط. انت قبل ما توقع هريت وهري. المهم انه بالنهاية غلبني. يا سيدي غلبك انا معك. بس مو يطويك تحت جناحه. انا مو تحت جناح حدا. اتركه شكيب اتركه. انا صحيح مو قده لابو سعاد، بس اذا اذاني مثل ما اذاك بستنى اي فرصه لحتى اخذ بتاري منه وخرج لسانات الكل. لك اتركني على شكيب. لك روح عليه. لك روح روح يا اخي روح. معقول شبك؟ إذا ما عجبك الحديث اللي حكيناه انساه أخي. لك أنا كنت حاخد عليه وبدي نتفه، بس ما شفت شلون حكى معي؟ هي بسموها دهلزة، تطييب خاطر. حسبها، تخاف تلطيله وتاخذ بتارك منه. قال يا ولد كلمتين حلوين بيروقوك، وهو بيتم الأقوى والشهم والزقرت والمعدل. إيه ولو بتخفى عليك هيك شغلات صياح. على كل انسى، نحن حكينا والحكي ببلاش عمي، انسى من اساسه. يلا 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 من عندك من عندك زحام عمالك. يلا هات صالح. من عندك الزحام. وين مصباح؟ تعبت، فايت ارتاح بالاول شوي. انا كمان بدي فوت على قوش، احترقت من الشمس. رولا نمشي روح. طيب ولك حاجة تزن بإذني. خلص اليوم بحكي لك مع أبو دياب، اليوم بحكي لك خلاص. وأنا مش حتنازل عنك أبدا أبدا مهما يكون،
وانا بفرجيك يا مجنون. الظاهر بتحب الوحدة مصباح؟ بحب الهدوء. والوحدة؟ الهدوء ما بيجي إلا مع الوحدة. غلطان. الهدوء بيجي من التفاؤل وراحة البال. طيب ما رح تقلي ليش حامل هموم الدنيا على راسك؟ في حدا مو حامل هموم على راسه؟ لا، بس انت غير شكل. يمكن. طيب شكيب وعرفنا ليش ما بده يحكي قصته، لانه العيب طامره من راسه لرجليه. اما انت مو هيك. انا واثق انك مظلوم. ومنين اجت الثقة؟ تضحك علي لك مصباح اذا قلت لك اني انا بعرف الواحد من تطليعه بوشه، من لمعة عيونه، واحيانا من نبرة صوته. لا ما بتضحك، بس ما بصدق. طيب انا حطيت ايدي على جرحك ولا لا؟ انت مظلوم وكرهان الدنيا ولا لا؟ افتح لي قلبك لك مصباح وتاكد اني راح اكون مثل والدك. الله يرحمه. طيب مثل والدتك. الله يرحمه. طيب مثل اخ من اخواتك، مثل اي واحد بتحبه. انا ما بحب حدا، ما تعودت احب حدا. حتى شاهر ومطيع؟ هدول رفقاتي وبس، عرفت عليهم بالسجن مبسوطين مع بعض وخلاص. ان شاء الله بدك تقول لي كمان وتقنعني انهم ما بيعرفوا قصتك. ما بيعرفوا الا القليل. والكثير؟ مو حابب طالع. ليش؟ لاني اذا طالعته رح انوجع. بكفي وجعي اللي محفور بقلبي هون. الله وكيلك في قصه بحبها الدم عم ينزل من دمي على قد ما بكز على اسناني. ليش حاسس بالندم؟ عم كز على اسناني من القهر والتفكير. بحياتي ما حسيت بالندم. بحس قديش الدنيا سودة، قديش الدنيا ما فيها امان، قديش الموت ارحم بكتير. شو كمان؟ ابو هاني انا ما بنكر اني ارتحت لك اكثر من مطيع وشاهر، بس هذا ما بيخليني طالع لجواتي، لاني ما رح استفيد، بالعكس رح انوجع اكثر. طيب يمكن ما تنوجع، جرب، يمكن تفضفض وترتاح. لا. طيب واذا ترجيتك؟ لا. واذا اصريت؟ لحتى ما زعلك بروح بمشي. لا 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 لا, لا تمشي، خليك قاعد، خليك قاعد. وشو رأيك اني مالي حالل عنك لتحكي لي؟ أنا سألت أكثر من واحد، السعر اللي عارضينه على سامي هو أعلى سعر. عرفت مين بده يشتري الشركة؟ لا والله ما عرفت، بس مش بيهمنا نحن مين ما كان يكون، المهم نحن بدنا نبيع وهو بده يدفع. طيب بعد ما تبيع شو حتعمل؟ ما راح أعمل شيء. بحط المصاري اللي راح آخذهم مع شي واحد شغل لي إياهم ومن الربح بعيش. إيه بس أنت سامي شو راح تعملوا؟ هون حطنا الجمال. بصراحة أنا عم أفكر كيف أسحب منه الوكالة بدون ما يزعل. عم أقول طالما الوكالة بإيده حيضل حاسس إنه هو القوي وإني مضطرة أمشي على كيفه، بس إذا سحبتها حيرجع يحتاجني مثل الأول.
رجال ما بترطب المرة وكالة، وخاصة سامي. بعدين سامي هلا ما عاد مثل اول يرقد وراكي مشان مصاريكي. هلا صار رجل اعمال ومعروف بالبلد، واي واحد بيتمنى يعمل معه اي مشروع. هذا غير انه صار عنده رصيد بالبنك. ليش رصيده كله هذا؟ منين اجا؟ اكيد من تشغيل اموالك، بس هلا صار المال ماله وبحق له يتصرف فيه على كيفه. قد ما كان رصيده حيضل بحاجتي. يعني عم تفكري انك تديري اموالك بنفسك؟ مو مهم، المهم اسحب الوكالة منه، بس بعد ما يبيع حصتي بالشركة. ايه؟ انت ادرى بمصلحتك. طيب انا ماشية. يلا نازلين سوا، انا كمان رايح على الشركة، بس لغيرت فيها بدقيقة. بس بتخبرني شو بصير معكم، ايه؟ اذا انا ما خبرتك سامي بيخبرك. لا، انت بتخبرني. ماشي. رح اجيب شنطتي. يلا. تعرف انك عنيد اكثر مما تصورت. الله يعينك على عقلك، اكيد تعبك. طيب قل لي ليش دخلت على السجن؟ خد اشرب قهوة. سمعت انك تخانقت مع شباب من جيلك وعملت عاهة لواحد منهم. ليش تخانقتوا؟ طيب يعني انت عشت يتيم ولا من جديد ابوك وامك توفوا؟ معقولة ما لك اخوة؟ طيب شو كنت تشتغل قبل ما تفوت على الحبس؟ نجار موبيليا. منيح اللي حكيت. شغلة نجارة مربحة ما؟ وانت كنت معلم عندك ورشة ولا تشتغل مصانعة؟ مصانعة. طيب القهوة؟ لك يا رجل، ما في غيري وغيرك بالقاووش. صدقني لك ابني، كل كلمة بتحكيها رح تضل مدفونة هون بصدري. ابو هاني انت ليش لحوح؟ ليكون عندك هواية كتابة القصص. لا، أنا عندي هواية حفظ القصص. كل قصة بسمعها باخذ منها عبرة مثل أي كتاب بقراه. بتقرا كتب؟ تسليتي الوحيدة بأوقات فراغي. نيالك. نيالي ولا الله يعيني عليك؟ ليش أنا بشو مضايقك؟ بهالراس اليابس هاد يلي مشتهي اكسره لحتى أعرف شو في جواته. لهالدرجة؟ لأني حبيتك يا أجدم، بس أنت مالك ثقة فيني. لأنه الدنيا غدارة. أبدا، الدنيا عمرها ما كانت غدارة. الناس هن اللي غدارين. مشان هيك الإنسان لازم يفتح مخه لحتى يعرف صديقه من عدوه. أنت ليش ما كنت تفتح مخك وقت أصحابك غدروا فيك؟ لأني كنت طيب زيادة عن اللزوم. وهلا؟ لساني طيب، بس الحذر صار سلاحي. أيوة. المهم أنت علقت وهن نفدوا. ما حدا نفد. إن شاء الله أنت فكرك إني أنا رح أسكت على اللي عملوه فيني. لا أبدا، أنا من يوم انحكمت وحاططهم براسي. مو انتقام، الانتقام لربك، بس هيك ناس لازم ياخذوا جزاءهم بالدنيا قبل الآخرة. بعد شو؟ كل شيء بأوانه حلو. مصباح لك ابني، افتح لي قلبك واحكي. بجوز أنا أدلك على طريق يطرد هالتشاؤم من حياتك. انت لساتك شاب وبأول عمرك والحياة قدامك طويلة. ايه
ليش لا تعيشها غصب عنك؟ لأنه الحياة هي اللي مالكتني مو أنا اللي مالكها. أنت متعلم لك مصباح؟ ايه متعلم، واصل للبكالوريا مثل حكايتك. ايه شو كمان؟ كمل مصباح. أنا فعلا عشت يتيم. أبي وأمي وأخي الكبير ماتوا بداء الكوليرا، وأنا أنقذوني بآخر لحظة. كان عمري وقتها 5 سنين. بعدين سلمتني الشرطة لخالي بعد البيت ما فضي. خالي كان عايش عزابي، كان عمره 40 سنة، إنسان جدي كتير، جبينه ما يفرده بنوب. يعني خالك هو اللي رباك؟ ايه، هو اللي رباني، هو اللي علمني كيف كون حقود واكره الدنيا، هو اللي حسسني انه ما كان لازم انولد، هو اللي حسسني انه استغفر الله العظيم انه ما كان لازم تموت امي وابي. يعني جار عليك بتربايته؟ من اول ما جابوني لعنده حسيت انه ما بده يعني، بعدين لفهمت انه ناوي يتجوز وانه ما بده يتحمل مسؤوليتي. ليش لحتى تجي المرة وتلاقي في عنده صبي تعتني فيه؟ لا، هذا الولد لازم ينقلع برات البيت قبل ما تجي المرة. دمه يكاراني لحتى طفشت من البيت وانا عمري 7 سنين. خواني عنده 2 سنتين حسيتهم مثل المسامير بقلبي، 2 كأنهم 200 سنة. وقت لمتني الشرطة ورجعتني لعنده قال لهم انه انا سرقته، قال لهم هذا واحد ازعر ما بحوى ببيتي.